عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ونعم فعل مدح، سحور المؤمن التمر. في الحديث مدح التسحر بالتمر وحث على ذلك، والطب الحديث يوافق ذلك، فإن في التمر من الفوائد للجسم والقوة للجسم ما لا يوجد في غيره. وذكر ابن القيم رحمه الله أن للتمر تأثيرا في صلاح القلوب، قال: ولا يعرف ذلك إلا أطباء القلوب. قل ابن القيم رحمه الله: إن للتمر تأثيرا في صلاح القلوب، ولا يعرف ذلك إلا أطباء القلوب. لا يقصد الجراحين، وإنما يقصد العلماء الربانيين الذين هم أطباء القلوب. فالتمر فيه خاصية غذائية أثبتها الطب الحديث، وفيه خاصية معنوية ذكرها العلماء، فهو مقو للجسد مصلح بإذن الله للقلب، له أثر في صلاح القلب. فيحسن بالمؤمن أن يجعل في سحوره تمرا أو أن يتسحر بالتمر، وجميل جدا لو تسحر بالثريد والتمر ودعا غيره معه ليكونوا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث المؤمن على أن يتسحر بالتمر. فمن الخير أن تجعل في سحورك تمرا، ولو تمرة واحدة، لتنال الفضل والخير.